النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لعن الله الخمر وصانعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وشاربها وساقيها وبائعها ومشتريها. لعن النبي صلى الله عليه وسلم في الخمر 10، كلهم قال عليه الصلاة والسلام: لعن الله كذا. ولا شك أن الخمر محرمة في جميع الديانات، حتى إذا قرأتم الكتب التي أنزلها الله تعالى على الأمم السابقة وجدتم النص على تحريم الخمر فيها. كيف يسعى في جنون من عقل؟ فأنا أقول لا يجوز لي الخطوط الجوية عموما أن تبيع هذا الخمر. الأدلة أيضا أن أحد الصحابة كما عند ابن عبد البر وغيره جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم براويتي خمر قبل أن يعلم بتحريمها. الصحابة كانوا إذا سافروا بعضهم يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم مثلا بثياب حرير، لا يعني أنك يا رسول الله البسها، لكن يهديها النبي صلى الله عليه وسلم لمن يشاء. فجاء هذا الرجل براويتي خمر، وكان الخمر عندهم قبل تحريمه مشروبا عاديا، يعني مثل شرب العصير، مشروبا عاديا يعني مثل شرب العصير. ولا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يستعمله، لكن ربما يهديه أو يبيعه. ولا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يستعمله، لكن ربما يهديه أو يبيعه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألم تعلم أنه قد حرم؟ قال: لا، لم أعلم يا رسول الله. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم به فسكب، فتح وسكب في الأرض، ثم أمره صلى الله عليه وسلم أن ينتفع بالجرتين، ولم يأمره بغسل الجرتين من آثاره. ولو كان نجسا لما جاز أن يخلط الماء بأمر نجس، بشيء نجس من السوائل. فدل هذا على أن استعمال العطور التي تحتوي على الكحول أنها لا تنجس الثياب، والله تعالى أعلم.